السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله هنكمل حل امتحانات كتاب المعاصر فرع الهندسة. وصلنا للمحافظة الثانية وهي محافظة الجيزة. اوعى تنسى الاشتراك واللايك الجميل بتاعك. يلا نبدأ، توكلنا على الله. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. يمكن رسم دائرة تمر برؤوس. أنا عارف إن أنا أقدر أرسم دائرة تمر برؤوس مربع، ده الاختيار اللي عندي، أو مستطيل أو شبه منحرف متساوي الساقين. ولا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس معين ومتوازي أضلاع وشبه منحرف. دائرة م طول نص قطرها 8 سم، فدي نق واحد. تمس الدائرة ن من الداخل، فإذا كان م ن المسافة ما بين المركز والمركز ب3 سم، فإن طول نص قطر الدائرة ن، يعني عايز نق 2. طب ما أنا عارف إن لو كان عندي دائرتان متماستان من الداخل، يعني م ن هتساوي نق واحد ناقص نق 2. م ن ب3 هتساوي نق واحد بكام؟ ب8 سم، يبقى 8 ناقص نق 2. 8 ناقص كام يديني 3 ناقص 5، يبقى نص قطر الدائرة التانية بكام؟ ب5 سم. إذا كان أ ب ج د شكلا رباعيا دائريا، فإن قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ج هيساوي 80 زائد كام؟ من خواص الشكل الرباعي الدائري إن كل زاويتان متقابلتان مجموعهم 180 أو متكاملتان. أنا عارف إن أ زائد ج يديني 180، يبقى 180 80 زائد كام؟ 80 زائد 100. الزاوية المحيطية التي تقابل قوسا أكبر في الدائرة تكون زاوية منفرجة، والزاوية المحيطية التي تقابل قوسا يساوي نص قياس الدائرة بتكون زاوية قائمة، والزاوية المحيطية التي تقابل قوسا أصغر في الدائرة أو أصغر من نص قياس الدائرة بتكون زاوية حد. في الشكل المقابل: ب منتصف القوس أ د. ب منتصف أ د يعني أ ب بيساوي ب د. قياس زاوية ب ج د ب35. زاوية ج ب35 ودي زاوية محيطية تقابل القوس د ب. قبل ما أكمل، أنا عارف إن قياس القوس ضعف قياس الزاوية المحيطية، أو المحيطية نص قياس القوس. طب الزاوية المحيطية ب35، يبقى القوس د ب بكام؟ ب70 ضرب. وأنا عندي أ ب بيساوي ب د. القوس أ ب بيساوي القوس ب د، يبقى أ ب كمان بكام؟ ب70 ضرب. هو عايز قياس زاوية أ م ب. أ م ب ودي زاوية مركزية بتساوي قياس القوس المقابل، فزاوية أ م ب تقابل قوس قياسه كام؟ ب70 درجة، يبقى زاوية م هي كمان بكام؟ ب70. إذا كان المستقيم لام مماثل للدائرة م عند أ، لو عندي ده مستقيم اسمه لام مماس للدائرة عند نقطة أ، وقال لي م أ يعني المسافة ما بين المركز والنقطة اللي بتنتمي للمستقيم بتساوي 2 س زائد 3، والمسافة دي اسمها ايه؟ اسمها نق، يعني 2 س زائد 3 دي بتساوي نص القطر. قال لي إذا كان طول قطر الدائرة 14 سم، يعني القطر كله من هنا لحد هنا ب 14 سم، يبقى نص القطر بكام؟ ب7. يبقى أنا هاخد 2 س زائد 3 وأساويها بال7. 2 س زائد 3 المفروض دي تساوي نص القطر، ونص القطر بكام؟ ب7 سم. فأنا عايز قيمة س. هثبت 2 س، وأدي التلاتة بعكس الإشارة، 7 ناقص 3 هيدينا 4. هقسم على الاتنين في الطرفين، 2 على 2 فيها الواحد، يبقى 4 على 2 فيها الاتنين، وقيمة س تطلع ب2. الزاوية التي قياسها 50 تكمل زاوية قياسها كام؟ تكمل يعني قياس الزاويتين مع بعض مجموعهم 180. عندي زاوية ب50 يبقى الزاوية التانية ب130. قياس القوس الذي يمثل تلت قياس الدائرة. طب قياس الدائرة أصلا بكام؟ ب360، فعايز قياس القوس اللي بيمثل تلت قياس الدائرة، يبقى تلت في 360 هيديني 120. في الشكل المقابل: مثلث أ ب ج قائم الزاوية في أ. د منتصف ب ج، حيث أ د ب4 سم، عايز ب ج دي كلها بكام؟ طيب أنا هسمي دي س وهسمي دي كمان س. أنا عارف إن من إقليدس السنة اللي فاتت أ د تربيع الضلع الساقط من الزاوية القايمة ده بيساوي ب د في د ج، هيساوي ب د في د ج. دي بس ودي بس، يبقى أ د تربيع هيساوي س في س بس تربيع. طب هي أ د أصلا بكام؟ أ د اديها لي ب4 سم، طب 4 تربيع بكام؟ ب16، يبقى س تربيع بتساوي 16، ومنها س هتساوي كام؟ الجذر التربيع لل16 4.
ليه مش هقول -4 عشان ما عنديش طول بالسالب؟ فالسين هتساوي كام؟ السين هتساوي 4. طيب ما هي ب ج كلها س زائد س، يعني 2 س. 2 في 4 بكام؟ ب 8 سم. المجموعة التانية أجب عن الأسئلة الآتية في الشكل المقابل: أ ب وأ ج ممستان للدائرة م. أ ب وأ ج ممستان للدائرة م. وأنا عارف الممسان متقاطعان خارج الدائرة متساويان في الطول، يعني أ ب بيساوي أ ج. وقياس زاوية أ ب40. طيب بما إن أ ب بيساوي أ ج، يعني المثلث أ ب ج متساوي الساقين، يعني زاوية ب بيساوي زاوية ج. قال لي أ ج بيوازي ب د. أ ج بيوازي ب د. طب ما التوازي بينتج منه لا إما زاويتان بيساوي بعض بالتبادل، لا إما زاويتان بيساوي بعض بالتناظر، لا إما زاويتان داخلتان متكاملتان. هنشوف إحنا هنحتاج إيه في المسألة. أول مطلوب عندي بيقول لي اثبت أن ب ج ينصف زاوية أ ب د. ب ج الوتر اللي داخل الدائرة ينصف زاوية أ ب د. يعني عايز يثبت إن ده بيقسم الزاوية دي لنصين قد بعض، يعني عايز أثبت إن زاوية واحد بتساوي زاوية اتنين. يبقى أنا عشان أثبت إن ب ج ينصف لازم أجيب زاوية واحد ولازم أجيب زاوية اتنين وأثبت إن هم قد بعض. أول حاجة نجيب زاوية واحد، هنجيبها منين؟ هنجيبها من اللي إحنا لسه قايلين عليه من شوية، هنجيبها من المثلث أ ب ج. هقول له أول حاجة بما أن أ ب وأ ج مالهم؟ مماستان للدائرة م. ممسان متقاطعان خارج الدائرة، إذن أ ب بيساوي أ ج. إذن المثلث أ ب ج ماله؟ متساوي الساقين. متساوي الساقين. طيب ومنها قياس زاوية إيه بقى؟ قياس زاوية أ ب ج. قياس زاوية أ ب ج. أ ب ج الزاوية اللي أنا عايزها دي هتساوي 180 ناقص 40 على الاتنين. 180 ناقص 40 هيديني 140 على الاتنين، يبقى زاوية واحد هتساوي كام؟ 70 درجة. زاوية أ ب ج اللي هي زاوية رقم واحد دي طلعت بكام؟ طلعت ب70. ده أول مطلوب عندي وده رقم واحد. الخطوة التانية عايز أجيب الزاوية رقم اتنين وتطلع هي كمان ب70، يبقى أنا كده أثبتت إن ب ج ينصف زاوية أ ب د. الزاوية دي هنجيبها منين؟ طب ما أنا عندي أ ج بيوازي ب د، يبقى أنا عندي زاويتان داخلتان متكاملتان، لأن أنا ما عنديش تبادل وما عنديش تناظر. يعني عندي الزاوية دي كلها بتكمل زاوية أ. زاويتان داخلتان، عندي توازي وعندي توازي، يبقى دول زاويتان داخلتان متكاملتان. فأنا هقول له بما أن أ ج يوازي ب د من التوازي، إذن قياس زاوية أ ب د تكمل قياس زاوية أ. إذن قياس زاوية أ ب د هتساوي 180. دي زاوية أ ب40، يبقى الاتنين مجموعهم 180. هقول 180 ناقص ال 40 عشان أجيب زاوية أ ب د كلها على بعض بكام؟ يبقى 180 ناقص 40 هتطلع زاوية أ ب د بكام؟ ب 140 درجة. طيب الزاوية كلها ب 140 هنقص منها 70 هتطلع زاوية 2 اللي جوه دي كمان بكام؟ ب 70. ومنها إذن قياس زاوية ج ب د هتساوي هي كمان كام؟ 70 درجة، وده رقم 2. هقول له بقى من 1 و2، إذن ب ج ينصف زاوية أ ب د، وده المطلوب الأول. المطلوب الثاني عايز قياس زاوية ج م د. ج م د دي زاوية إيه؟ دي زاوية مركزية. طيب ما أنا عارف إن قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس. يعني قياس زاوية ج ب د دي زاوية محيطية اللي احنا لسه جايبينها ب70 بتقابل القوس د ج، وزاوية م زاوية مركزية تقابل نفس القوس، والزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية، فقياس الزاوية دي هيساوي كام؟ هيساوي 140 درجة، اللي هي 2 في 70 ب 140، واكتب له زاوية مركزية تقابل القوس د ج، عشان عندي زاوية محيطية تقابل نفس القوس، والزاوية المحيطية نصف قياس الزاوية المركزية، أو الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية. في الشكل المقابل أ ب ج د شكل رباعي تقاطع قطره فيه. ده شكل رباعي. قياس زاوية أ ج د دي الزاوية دي ب45، وقياس زاوية أ ه د
أ ه د ب110، وقياس زاوية ب أ ج ب أ ج بتساوي كام؟ بتساوي 65. عايز يثبت إن الشكل أ ب ج د أ ب ج د شكل رباعي دائري، يعني لازم تتحقق فيه خاصية من خواص الشكل الرباعي الدائري. لا إما ألاقي زاويتان متقابلتان متكاملتان مجموعهم 180، لا إما ألاقي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الدائري بتساوي الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها، ودي مش متحققة هنا في الشكل. لا إما ألاقي زاويتان متساويتان في القياس لهما قاعدة مشتركة، وده اللي أنا أقدر أثبته في المسألة دي. فأنا عشان أثبت إن الشكل ده رباعي دائري عايز أثبت إن زاوية أ بتساوي زاوية د وب ج دي قاعدة مشتركة ليهم، كأن دي زاوية محيطية ودي زاوية محيطية مشتركان في القاعدة أو في القوس ب ج، هي كأنها كده بالظبط. طيب أثبتها إزاي؟ يبقى لازم أجيب زاوية د. كل تفكيري أجيب زاوية د إزاي؟ طب زاوية د ديت موجودة داخل مثلث اللي هو المثلث د ج ه، لازم يكون عندي زاويتين في المثلث عشان أعرف أجيب الزاوية الثالثة. طيب أجيب الزاوية دي إزاي؟ هجيبها من الزاوية المستقيمة. الزاوية دي كلها 180، أنقص منها 110 تبقى الزاوية دي بكام؟ ب70. أعرف أجيب زاوية د. قياسات زاوية المثلث 180، هقول 180 ناقص 70 زائد 45 تديني الزاوية اللي عندي بكام؟ هتطلع ب65. تطلع الزاوية دي ب65. فأقول له بقى بما أن قياس زاوية أ بيساوي قياس زاوية د وب ج قاعدة مشتركة، إذا الشكل رباعي دائري. كده إحنا شرحنا الفكرة بسرعة. تعالوا نشوف هنكتبها إزاي. أول حاجة إن أنا هجيب زاوية إيه؟ هجيب زاوية د. تفكيري أجيب زاوية د إزاي؟ فدي أول حاجة هكتبها في الرهان اللي عندي. أقول له بما أن قياس زاوية د ه ج، قياس زاوية د ه ج هتساوي من الزاوية المستقيمة 180 ناقص 110 هيساوي كام؟ 70 ضرب. أقول له إذن قياس زاوية ه د ج، زاوية د اللي أنا عايز أجيبها، من المثلث 180 ناقص، وهجمع 70 زائد 45، نحسب بالآلة الحاسبة هتطلع عندي زاوية د دي بكام؟ ب65 ضرب. هقول له بقى بما أن قياس زاوية ب أ ج هتساوي قياس زاوية ج د ه، زاوية أ هتساوي زاوية د هتساوي كام؟ 65 ضرب. وأقول له إن ب ج قاعدة إيه؟ قاعدة مشتركة. بما إن دي قاعدة مشتركة وعندي زاويتان متساويتان في القياس، فكده اتحققت خاصية من خواص الشكل الرباعي الدائري. هقول له إذن أ ب ج د شكل رباعي دائري، وهو المطلوب إثباته. في الشكل المقابل أ د، أ د مماس للدائرة م عند أ. س ص توازي ب ج. اثبت أن أ د مماس للدائرة المرة بالنقاط أو النقط أ س ص. أنا شايف إن أ د ده مماس للدائرة المرة بالمثلث أ ب ج. هو عايز يثبت إن أ د مماس للمثلث الصغير، مماس للدائرة المرة بالمثلث الصغير. فأنا هقدر أثبت الكلام ده لو أثبتت إن في تطابق ما بين المثلث الصغير والمثلث الكبير. يبقى أنا أول حاجة هعملها هثبت الإيه؟ هثبت التطابق. فأنا هقول له بما أن أ د مماس للدائرة م عند أ، وبما أن س ص توازي ب ج. عندي توازي، قلنا من التوازي بيطلع عندي ثلاث حاجات، لا إما زاويتان بيساوي بعض بالتبادل، لا إما زاويتان بيساوي بعض بالتناظر، لا إما زاويتان داخلتان. أنا في الحالة دي هثبت التناظر، ألاقي الزاوية اللي فوق بتساوي الزاوية اللي تحت، والزاوية اللي فوق هتساوي الزاوية اللي تحت بالتناظر. فأقول له إذن قياس زاوية أ س ص، أ س ص هتساوي قياس زاوية ب بالتناظر. أنا بثبت التطابق الوقت. وقياس زاوية أ ص س، أ ص س هتساوي قياس زاوية ج بالتناظر. وقياس زاوية أ أو زاوية أ زاوية إيه؟ زاوية مشتركة، زاوية مشتركة في المثلثين. إذن المثلث أ س ص يطابق المثلث أ ب ج. كده أنا أثبت إن المثلث الصغير يطابق المثلث الكبير. طب ما أنا عندي إن ده الألف ده أصلا مماس للدائرة المرة بالمثلث الكبير، يبقى هي كمان مماس للدائرة المرة بالمثلث الإيه؟ الصغير. هقول له بما أن
د ألف مماس للدائرة المرة بالنقط إيه؟ ألف ب ج. إذن د ألف مماس للدائرة المرة بالنقط ألف س ص اللي هو عايزها، لأن أنا أثبتت إن المثلث ألف س ص يطابق المثلث ألف ب ج، وهو المطلوب إثباته. في الشكل المقابل مثلث ألف ب ج مرسوم داخل دائرة م. مثلث ألف ب ج مرسوم داخل دائرة. اوجد قياس، وعند قياس زاوية م ب ج، الزاوية دي ب20، اوجد قياس زاوية ب ألف ج. عايز زاوية ألف دي بتساوي كام؟ طيب هي زاوية ألف دي زاوية إيه؟ زاوية محيطية، يبقى لازم أشوف الزاوية المركزية اللي مشتركة معاها في نفس القوس عشان المحيطية نص المركزية. فلاقي إن ج م ب دي الزاوية المركزية المشتركة معاها في نفس الإيه؟ في نفس القوس. وأنا عارف إن المحيطية نص الإيه؟ المركزية. عشان أعرف أجيب ألف لازم أجيب زاوية م وبعد كده آخد نصها. طب ما أنا عندي م ب ده نص قطر وم ج ده نص قطر، أنصاف أقطار، يعني المثلث ده متساوي الساقين. الزاوية دي ب20، يعني الزاوية دي كمان بكام؟ ب20. زاويتا القاعدة في المثلث متساوي الساقين متطابقتان أو متساويتان في القياس. طيب نجيب زاوية الرأس اللي هي الزاوية المركزية إزاي؟ هقول له في المثلث م ب ج، عندي م ب بتساوي م ج بتساوي نق أنصاف أقطار. إذا قياس زاوية م ج ب هي كمان هتديني كام؟ 20 درجة. إذا قياس زاوية ب م ج هتساوي 180 ناقص 20 و20 40، يبقى 180 ناقص 40 هتديني 140 درجة. ودي زاوية إيه؟ زاوية مركزية. كده أنا عندي زاوية مركزية بكام؟ الزاوية دي بكام؟ ب140. أقول له بما أن، أو أقول له إذا على طول قياس زاوية ب ألف ج، الزاوية اللي هو عايزها، هتساوي نص في 140 هتديني 70 درجة. وأقول له زاوية إيه؟ زاوية محيطية تقابل القوس ب ج. وكان ممكن أكتب له عادي قصاد الزاوية المركزية بتساوي 140 درجة، دي زاوية مركزية، أقول له برضو دي تقابل القوس ب ج. عشان كده أنا بثبت له إن زاوية مركزية تقابل نفس القوس، يبقى المحيطية نص الإيه؟ نص المركزية. في الشكل المقابل بيقول لي اثبت إن قياس القوس أ د بيساوي قياس القوس ج د. عايز يثبت إن القوس أ د بيساوي القوس ج د. عشان أثبت إن الأقواس دي متساوية لازم أثبت إنها بتقابل زوايا متساوية. يعني عايز أثبت إن زاوية أ بتساوي زاوية ج، عايز أثبت إن زاوية أ بتساوي زاوية إيه؟ ج. عشان أ بتقابل القوس ده الج، وزاوية ج ديت اللي هي 35 بتقابل القوس أ د. فلو أثبتت إن الزاويتان دول متساويتان في القياس يبقى الأقواس بتاعتها هي أقواس إيه؟ أقواس متساوية. أول حاجة هقول له بما أن قياس زاوية أ ج د، زاوية أ ج د اللي هي ب35 دي بتساوي كام؟ بتساوي 35 درجة. وأقول له زاوية محيطية تقابل القوس أ د، ما فيهاش مشكلة. يبقى أعرف أجيب قياس القوس. يبقى قياس القوس أ د هتساوي كام؟ القوس ضعف قياس الزاوية المحيطية 2 في 35 هيساوي كام؟ 70 درجة. يبقى قياس القوس أ د ب70 درجة. لازم أثبت إن د ج هي كمان ب70، فلازم أثبت إن أ هي كمان ب35. طيب هي زاوية أ دي أصلا موجودة فين؟ موجودة داخل مثلث، يعني لازم يكون عندي زاويتين عشان أعرف أجيب الزاوية التالتة. يبقى لازم أفكر أجيب زاوية د إزاي؟ هقول له من الشكل الرباعي الدائري أ د ج ب أو أ ب ج د، شكل رباعي دائري، والزاوية دي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الدائري، مفيش معطى بيديهولي في المسألة ما بيكونش ليه لازمة. أكيد هستخدم الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري لأنها بتساوي الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها. يعني الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي اللي هي 110 هتساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها، يعني قياس زاوية د هي كمان هتطلع ب110. هقول له في الشكل أ ب ج د ده رباعي دائري، وعند قياس زاوية إيه بقى؟ ه ب أ أو أ ب ه هتساوي كام؟ هتساوي 110 درجة. هقول له زاوية خارجة عن الشكل الرباعي.
زاوية خارجة عن الشكل الرباعي يعني بتساوي زاوية جوه. هقول له إذن قياس زاوية ألف د ج، زاوية د اللي أنا عايز أجيبها داخل المثلث، هتساوي قياس زاوية ألف ب ه اللي هي الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري، هتساوي 110 ضرب. طيب كده أصبح عندي د هي كمان ب 110. أعرف أجيب بقى من قياسات زاوية المثلث، أعرف أجيب زاوية ألف. إذن هنقول قياس زاوية د ألف ج هتساوي 180 ناقص وأجمع 110 زائد 35 هيديني 35 ضرب. لما أجمع وأطرح من 180 هتطلع زاوية ألف هي كمان ب35. طب زاوية ألف بتقابل القوس د ج، هقول له إذن قياس القوس د ج أو ج د هيساوي 2 في 35 هيديني 70 ضرب. ده كان رقم واحد اللي أنا الإثبات الأولاني، وده كان رقم 2. هقول له من 1 و2 إذن قياس القوس ألف د هيساوي قياس القوس ج د، وهو المطلوب إثباته. في الشكل المقابل ألف ب وألف ج وتران متساويان في الطول في الدائرة. ألف ب وألف ج دي أوتار متساوية. الوتران أو الأوتار المتساوية بتكون على أبعاد متساوية. يعني ألاقي م د بيساوي م ه، يعني دي كمان بكام؟ ب6 سم. نكمل. م د عمودي على ألف ب، م د عمودي على ألف ب يعني ينصف، دي قد دي، هنشوف هنحتاجها ولا لأ. وقال لي ه منتصف ألف ج، ه منتصف، ما أنا عارف إن القطعة المستقيمة المر بالمركز وتنصف هي كمان عمودي. ه س ب8 سم، ه س ب8 يعني نص القطر ده كله بكام؟ 8 زائد 6 هيدينا 14، يعني نص الدايرة دي نص قطرها 14 سم. بيقول لي قياس زاوية ج ألف ب ب46 درجة، دي زاوية موجودة داخل شكل رباعي. بيقول لي يوجد قياس زاوية ه م د، ه م د، ادي زاوية ه م د، عايز زاوية م دي بكام؟ طيب هي الزاوية دي موجودة داخل شكل رباعي، عشان اجيب زاوية داخل شكل رباعي لازم يكون عندي 3 زوايا، وقياسات زوايا الشكل الرباعي 360، فهطرح من 360 بعد ما اجمع. انا عندي الزاوية دي ب90 والزاوية دي ب90 والزاوية دي ب46، فاقدر اجيب الزاوية اللي هو عايزها. اول حاجة لازم اقول له الزاوية دي ب90 ليه؟ فاقول له بما ان ه منتصف ألف ج، عند ه منتصف ألف ج، إذا م ه عمودي على ألف ج، يعني الزاوية اللي عندي دي بكام؟ ب90. هقول له بقى في الشكل ألف د م ه ده شكل رباعي، ده شكل إيه؟ رباعي. إذا قياس زاوية ه م د الزاوية اللي هو عايزها هيساوي 360 ناقص وأجمع الثلاث زوايا التانيين، 90 زائد 90 زائد 46، بالآلة الحاسبة هتطلع الزاوية عندي ب134 درجة، وده المطلوب الأول. المطلوب الثاني عايز محيط الدائرة. محيط الدائرة بيساوي 2 باي نق، يعني لازم يكون عندي نص القطر. ما أنا جبت إن الأوتار، بما إن الأوتار متساوية يبقى الأبعاد متساوية، دي ب6 يبقى ده كمان بكام؟ ب6، يبقى نص القطر كله بكام؟ ب14 سم. نجيب محيط الدائرة، يبقى المحيط هيساوي 2 في باي ب22 على 7 في نق بكام؟ ب14. نحسب بالآلة الحاسبة هتطلع عندي ب44 سنتي، وده محيط الايه؟ الدائرة. في الشكل المقابل بيقول لي ألف ب بيتقاطع مع ج د في ه. ألف ب بيتقاطع مع ج د عند ه. عندي مستقيمان بيتقاطعوا خارج الدائرة، يبقى زاوية التقاطع بتساوي نص في القوس الأكبر ناقص القوس الأصغر، احنا عارفين القانون ده. واداني الزاوية دي ب2 وايه؟ ب22. دي زاوية ايه؟ زاوية محيطية تقابل القوس ب د، والقوس ضعف قياس الزاوية المحيطية، يعني القوس هيطلع بكام؟ ب44. وقياس زاوية أ ه ج ب30، الزاوية اللي هي ناتجة من التقاطع خارج الايه؟ الدائرة. اوجد قياس القوس أ ج، عايز اعرف قياس القوس الأكبر أ ج ده بيساوي كام؟ طب ما انا عندي ان قياس زاوية ه قانون التقاطع بيساوي نص في قياس القوس الأكبر اللي هو أ ج ناقص قياس القوس الأصغر اللي هو ب د.
فأنا هعوض في القانون على حسب المعطى اللي عندي وأجيب المطلوب اللي هو القوس ألف جيم. طب قياس زاوية ه أصلا بكام؟ ب30، يبقى 30 هتساوي نص في قياس القوس ألف جيم أنا أصلا عايزها، يعني هيساوي ألف جيم القوس ألف جيم ناقص قياس القوس ب د بكام؟ ب د ده يقابل زاوية محيطية ب22، يبقى القوس ب44، يبقى ناقص 44. طيب هضرب هنا في 2 وهضرب هنا في 2 عشان أخلص من الاتنين اللي في المقام. يبقى كل ده هيساوي 2 في 30 ب60، والاتنين هتروح مع الاتنين اللي في المقام، هيتبقى عندي قياس القوس ألف جيم ناقص 44. هودي بعكس الإشارة، يبقى قياس القوس ألف جيم هيساوي 60 دي بالسالب تيجي بالموجب زائد 44 هيساوي 104 ضرب. يبقى قياس القوس ألف جيم هيطلع بكام؟ هيطلع ب104. وبكده يا أبطال نكون خلصنا الامتحان. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي، في رعاية الله.